بصراحة لما رأيت هذا العنوان استحضرت قول ربي: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هل المشكل في لاعب مستقيم ملتزم بشعائر دينه، أم المشكل في هذه الصورة التي لا تريدون أن تكون قدوة للشباب؟ لاعب الكرة يجب أن يكون قدوة في الشر، لاعب الكرة يجب أن يكون قدوة في الملاهي الليلية والمراقص. هذا لاعب ليس بمسلم، هذا لاعب غربي له أفكاره، هذا خرج من أفكاره وخرج من مجتمعه وخرج من تقاليده، وقد يكون خرج من الدين الذي يعتقده. أما نحن مغاربة مسلمون، وهذه أمهاتنا بحجابهن وبدعواتهن لرب العالمين، وهذا الشاب يجلس مع كتاب الله عز وجل الذي جلس فيه أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله وشفاه. فما بالكم تهجمون على أصولي وعلى ديني وعلى تقاليد المغاربة هذا الهجوم وأنتم من بني جلدتنا؟ سبحان الله، سبحان الله. بارك الله في زكريا وأكثر الله من أمثاله.